تعالوا اقول لكم انا النهارده عامله ايه. النهارده عامله اكله صعيديه، معرفش في ناس تعرفها ولا لا. انا عامله الرشته، طبعا مشهوره قوي لو واحده والده ولا اي حاجه. انا النهارده عندي بنتي قامت بالسلامه الحمد لله. وتعالوا اقول لكم انا بفطرها ايه. هنبدا على طول بالمقادير بتاعتنا. هنزل بكوبايه صغيره من الميه، ده مج بس ما نزلتش بيه كله، ونص معلقه من الملح. هنزل بحوالي كوبايتين او 3 من الدقيق، مش اكتر، اقل من نص كيلو. هعجنها عجينة عادية خالص بمية وملح. الأكلة دي مش شرط تعمليها للوالدة على فكرة، طعمها جميل جدا، لو عملتيها تحبيها. هنا بوريكي سمك العجينة بتاعتي. هسيبها تستريح شوية وهنزل بكيلو من اللبن. وبعد ما بتنزلي باللبن هتنزلي بحوالي كوباية من المية، وهترفعيهم على النار من عقبال ما اللبن يغلي ويفك. نكون اقولك بقى اعملك ايه في العجينة بتاعتنا دي. شايفه؟ مش هنزل باي حاجه تاني، تروحي ترفعيهم على النار. وتعالى اقولك هنعمل ايه كمان. بس هقسم العجينه دي على 2. هنسيب العجينه بقى تستريح دقيقه كده. شايفه؟ انا قاعده عند بنتي كام يوم، بنتي ولدت وقامت بالسلامه الحمد لله. فالاكله دي كانت امي وحماتي بتعملها لي، ربنا يخليهم ليا يا رب. وزي ما هم عملوا معايا انا بعمل في بنتي بقى. احنا عندنا الوالده بنفطرها رشته بسيسه، الناس اللي تعرف الاكلات دي. وزي ما اهالينا عملوا معانا عملنا مع عيالنا. شايفه؟ انا بوريكي هنا سمك العجينه، بترشيها كده بالعجين عشان ما تعجنش معاكي، وبتطبقيها بالشكل اللي انت شايفاه قدامك كده. على فكره انا من غير ولاده بعملها لاولادي لان احنا بنحبها قوي. شايفه؟ مطشيها كده بالشكل ده. وبرده بتحط لها دقيق زي ما انا قلت لك، كتري كميه الدقيق عشان ما تعجنش معاكي. وهاتي بقى السكينه بتاعتك وهتقطعيها بالشكل ده. طبعا لو انت مش حاطه لها كميه دقيق مناسبه ليها هتعجن منك، لازم تحطي لها دقيق كتير في قلبها عشان ما تعجنش منك. بس مفيش اسهل ولا ابسط من كده، سهله جدا على فكره والطعم تحفه. بصي بتفرديها بالشكل ده تنزل معاكي زي الرشطه زي القدوسيه بالظبط. هركنها على جنب. وزي ما انا عملت في الفطيره الاولانيه هعمل في الفطيره التانية. كده انا خلصت الاتنين، وكان اللبن معايا غلي على النار. شايفه؟ لازم تعملي الخطوه دي وترشي برضو دقيق عشان ما تعجنش زي ما انا قلتلك منك. بنحط نص معلقه من الملح، وتنزلي بكميه السكر المناسبه ليكي. وما تنسيش الملح عشان يعادل طعم السكر. معلقتين كبار بقى من السمنه البلدي. يا سلام بقى، ومعلقتين قشطه. هنا انا بدوق بس بشوف السكر بتاعها، كانت محتاجة شوية من السكر. اوعي تنزلي بالرشتة بتاعتك الا لما تكون اللبن بتاعك بيغلي. شايفة؟ تنزلي بيهم بالشكل اللي انا بوريهولك ده كده بالظبط. اوعي تحركيها الا لما تغلي معاكي عشان ما تعجنش منك، لان احنا حاطين عجين يعتبر في اللبن. نزلت بمعلقة القشطة اللي انا قلتلك عليها، وهي وبتغلي بقى ابتدي اقلبيها. شايفين؟ ولا بتتكسر ولا اي حاجة. هوريكي هنا مرحلة السوا، هي ما بتاخدش سوا ولا اي حاجة. بحط باكت من الفانيليا بتدي طعم حلو قوي. وبس كده استوت. شايفة بقى اللون بتاعها اتغير؟ مكملتش 10 دقايق من على النار. انت هتدوقيها اول ما تلاقي طعم العجين طبعا راح، فهي كده خلاص استوت معاكي. والطعم فوق التحفة. يلا مين يعرف بقى الاكلة دي، ومين اللي كانت مامته ولا حماته كانت بتعملها له؟ بس كده. في بقى ناس بتاكلها بالعسل وفي ناس بتاكلها ساده، في الحالتين طعمها فوق التحفه، بجد تحفه. اتمنى ان انت تجربيها وتعجبك.